يوجد خبر في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات وأنه ابنك اعتدى جسديا على مدير معهد بالشخص. نحب توضيحات على الحاجة. وليدي التوضيحات كونه هو ولدي ناقش هو وليد قدام الليسي، وبعد من غدوة كي جا ماشي يقرأ لقى روحه هو لا يقبل في الريجستر، والوليد الاخر دخل يقرأ كلمني في التليفون قال لي ماما اجاني راهو كذا وكذا. قلت له اقعد قدام الليسي اني جيتك. مشيت انا على اساس باش نعرف شنو اش ثم في الاداره واش ثم وما ثماش. احنا طالعين في الدوش نلقاو المدير واقف في الهول نتاع الليسي. طلعت قلت له صباح الخير، ما رجعش عليا. ومن بعد خسر لي قال لي انت ام هدايا. قلت له اسمعني عايشك، جيت نتوسل له قلت له يا اخي عايشك بربي راهو انا ما خلانيش نقول جمله مع بعضها، امشي عليا ما تكلمنيش او كل داره قدامك او كل داره، انا ما عنديش معاك حتى كلام. قلت له بجاه ربي عايشك ما خلانيش نقول كلمه مفيده. خسر ولدي هزه قال له مسيو، قال له تهز عليا في ايدك تشر عليا في يديك، امشي عليا ما تكلمنيش. قال لي هدايا ولدك كلب سوق، مالي هدايا تربيه هجاجل انا هذه. بشويه عاد ولدي هز ثم عساس ولا شنو في الكلمه هذيا، ولدي ثم عساس ولا ما نعرفش سيرفيون شنو، هز ومشى بيه لقدام شويه، مشى بيه لقدام وهو قال لي مالي هذا ولدك كلب سوق تربيه هجاجل انا ما نتكلمش معاك ما نتكلمش. وقال كلام اخر انا ما نجمش نعاودو. ولدي سمعوا، وقت اللي سمعوا تلفت انا الكريم تلفت لي كيما هكا وعمل هكا ايده. انا هزيت كريم انا وهكا السيرفيون ولا الراجل هذا المهم هزيت وهبطت انا وياه للي دار من غادي، هبطنا ودرنا جينا انا واللي سيرفيون نهديو فيه. قلت لها يا خيتي، قالت له يا كريم اهدى يا كريم ولدي ما نكذبش عليك يعمل هكا، حط يديه كيما هكا ويبكي يبكي. كانت دموع كريم كانت دموع. ومن بعد عيط عيطه واحده وخرج يجري لقاه هو في الباب نتاع سال البروف. ضربوا بوني هنا طاح كي طاح انا وليت نخبط ونعيط. هزوا ولدي كتفوا غادي معناها هزوه رجال غادي وانا وليت نخبط ونعيط. قلت له علاش يا رسول الله انا جيت نتوسل لك، انا جيت علاش حقرتني، علاش ما سمعتنيش، علاش انا وليه، وين البيداغوجيا اللي تتعامل بها مع التلامذه مع الاولياء، علاش تحقر فيا، علاش تقول لي في كلام مشوم كيف هكاكا. انا كيف هكاكا وجابوا لنا الشرطه، مشى تكلم جاب لنا الشرطه. فيما يخص التعامل الامني والاجراءات القانونيه هل كيفاش كان؟ ولدي زاد درا كيفاش عملوا له، ضربوا له راسه عساس كيفاش جاو يعملوا له في المنوط فيزيك. وانا يجبد فيا من هنا يجبد فيا ويلوح فيا، انا مراه مريضه عامله كرشيات في ظهري. قلت له سيبني تو انا نطلع، انا حتى كي نجي نطلع في كهرباء عاديه نطلع بالسياسه. قلت له سيبني تو انا نطلع وحدي ماني ماشيه معاك سيبني. قال لي باش تورينا القانون، انت باش تورينا القانون. وطلعونا وهزونا وهو في جرتنا معانا. كي مشينا غاديكا شد كريم ولوحوا تلويحه واحده. جيتو انا قلت له ما تضربوش. قال لي باش تولي تدخل لنا في خدمتنا ولا تعرف لنا في القانون. قلت له عايشك تضرب وتحمل مسؤوليتك ما تضربوش. قال لي اعطيني بطاقه تعريف بتاعك. ما ناوبتوش محامي انتم؟ لا ناوبنا محامي اللحظه هذيك. لا قلت له عايشك عاد قبل هدايا ولدي. قال لي برا جيب لي بوه. قلت له انا مطلقه. قال لي ايوا ها هي تربيه المطلقين، هاي الربايه نتاعكم كيفاش يا مطلقين هاي. قلت له وليدي انت وين تعرفني؟ تعرف على ظروفي، تعرفني انا شنية، يعلم بيا ربي انا ظروفي صعيبه، يعلم بيا ربي كيفاش انا ربيت وليداتي، كيفاش تعبت عليهم، كيفاش خدمت عليهم حتى وليت مريضة. أنا دوسية في السبيطار توا باش نعمل عملية الثالثة. الناس ما تعرفش ظروف العباد يهانوني. قلت له جيب لي مندوب الطفولة، قلت له جيب لي محامي. قال لي مازال هذاكش مازال ما نعمل لك. سمعوا ولدي بحضوري وجاه هو كي قالوا له كافحها على الكلمة دي، قال ما نكافحش وما نتكلمش. وليدي هذا هو اللي صار. وخلوا لي ولدي غاديكا وقالوا لي برا اخرج علينا. في العشيه قالوا لي ولدك في الجيور، مشيت نلقاه في الجيور. ومن بعد من بات ليلتها غادي وغدا عداو على قاضي التحقيق. دخلت وحكيت نفس الحكايه لقاضي التحقيق. انا نعرف وليدي بالحق. قداش عمره؟ هو عمره 17 سنه.
ولدي قال لي ولدك كلب سوق، ولدي مشارك في المسرح وعنده شهايد وخرج دورات في المسرح، ولدي رسام. انا اسالوا عليه العباد الكل، اسالوا عليه بلاصتنا وين نسكنوا، اسالوا عليه الناس الكل. اللي يجيني يقول لي ولدك كلب سوق وهاني انا في جرفي وهاني انا كيما هكاك، ووصل ولدي للمصل هذه. ولدي نفسيته تعبه، هزولي الاصلاحيه، هزولي بعدوا عليا، هزولي الاصلاحيه من سيدي بوزي. يعلم بي يا ربي كيفاش نركب انا وكيفاش نمشي، حالة ايقاف حطولي في الاصلاحيه. انا نعرف ولدي كيف هكا، الناس الكل نعرف ولدي راهو حتى الوقت اللي وقف قدام قاضي التحقيق قالوا انا تسرعت، اما استفزني، قال كلام خايب الماما. هذا اش قال ولدي، هذا هو اللي صار. بالنسبه لذيك الداخله في الموضوع مندوبيه التربيه الطفوله، المندوب انا نزلت انا العشيه باش نقابل سيد المندوب، وباش انا مانيش ساكت على ولدي. هذاك وليداتي انا، هذاك باش خرجت من الدنيا انا يعلم بي يا ربي. انا هذاك انا حتى اللي تم يتيمه، لا عندي لا ام لا ابو لا عندي حتى سند، هيك باش خرجت من الدنيا. والناس الكل اللي تشوفني تعرفني وتعرف اخلاقي وتعرف اخلاق اولادي، لا عندنا مشاكل لا عندنا حتى شيء. قضاء ربي يا مطلوب، قضاء ربي.